تشكيلة شبيبة القيروان عشية اليوم فاجأ بها المدرب خميس العبيدي الجميع بوضعه الحارس الأول عبد العزيز بن خضر على بنك الاحتياط واستغناؤه عن عدد من العناصر الأساسية أمثال برقو وماهر الدندان والجوادي والسعيدي. هذا بالطبع بدون اعتبار غياب مراد العقفي اللي يتحول كما نعرفه إلى المملكة العربية السعودية. خميس العبيدي فسر هذا الإجراء في نهاية اللقاء بتقلص مردود هؤلاء اللاعبين في الجولات الماضية، وخاصة ثقته في العناصر الشابة اللي عوضوهم واللي ينتظر منهم الكثير. وفي المقابل نادي الصفاقسي استعاد لاعبه المحوري سفيان القي وأقحم المهاجم محمد صالح مفتاح منذ البداية كأساسي إلى جانب عساف والدرقاع. المعطيات هذه أثرت بشكل واضح على موازين القوى خاصة خلال الشوط الأول، وكنا نشاهد عملية من عماد شقرون وهي من العمليات العديدة اللي حاول فيها خط هجوم النادي الرياضي الصفاقسي مضاغطة دفاع الشبيبة، لكن الحارس الشاب نبيل العلاقي كان في المستوى وتمكن من إيقاف العديد من الكرات، هذا إلى جانب الكرات اللي مرت بجانب الأخشاب من مفتاح وعساف خليفة. محاولات النادي الصفاقسي خلال الشوط الأول كانت عديدة، وننطلق مع الشوط الثاني وكرة هنا لعساف خليفة تصطدم بالحارس وضيع فرصة أخرى من فرص تهديف على النادي الرياضي الصفاقسي. فريق شبيبة القيروان حاول باش يرد الفعل اثر بعض الهجمات المعاكسة من رفراف وبن رمضان، لكن دفاع النادي الصفاقسي اللي كان سامي طرابلسي وكذلك الحبيب التونسي في كل مرة في الموقع المناسب للتغطية تمكن من الخروج بسلام، وانتبهوا هذه العملية اللي طالب فيها فريق الشبيبة بوجود تسلل. هنا فؤاد درقاع ينفلت من اليمين والكرة في الأخير تؤول إلى ركنية. انتبهوا هذه الركنية اللي جات في الدقيقة 15، ركنية من تنفيذ اسكندر الصويح. هذه الركنية النابلي يرجع الكرة أمام الدرقاع وتصويب من الدرقاع كورته يلمسها الرفراف وتغلط الحارس الشاب نبيل العلاقي، ويكون الهدف الوحيد في هذه المباراة إعادة ليه تدخل من النابلي والدرقاع من خارج منطقة 18 متر يصوب كرة تلمس رفراف وتغلط الحارس. الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة فرحة النادي الصفاقسي سواء لاعبين أو جمهور، لكن في المقابل احتجاج من شبيبة القيروان على أساس أن انطلاق العملية قبل الركنية كان فيها تسلل. استأنف اللعب ومحاولة الشبيبة رد الفعل، تعدت العمليات الهجومية، هنا دخول جحمون مكان محمد صالح مفتاح، وانتبهوا هذه العملية الفنية من اسكندر صويح مع اللاعب نجيب خواجه. اسكندر صويح تمكن من المحافظة على الكرة، يتوغل في مناطق الشبيبة، نشوف هنا صراع على الكرة على أشده، وتتواصل العملية اللي جاوب معها جمهور ملعب الطيب الهيدي بشكل كبير ياسر. محاولة تدخل مرة أولى ثم الدفاع في مرة ثانية وتتواصل العملية، لكن شوفوا الكرة الذهبية في اتجاه عساف خليفة ومحاولة تهديف من عساف ما كانش ناجحة، وتضيع فرصة أخرى من فرص التهديف على النادي الرياضي الصفاقسي. فريق الشبيبة تعدت محاولات وكانت عنده العديد من الكرات الثابتة، وكان بإمكانه باش يعدل النتيجة إثر هذه العملية. شوفوا هنا كرة لفوزي الظاهري مع سامي طرابلسي، تبغى العملية هذه تدخل من سامي طرابلسي والمخالفة واضحة، والحكم يعلن عن ضربة جزاء لفريق شبيبة القيروان. ضربة جزاء تجيب 15 دقيقة بعد هدف الدرقاع، لكن الحبيب بن رمضان مرة أخرى يخفق في تحويل ضربة جزاء لفريق الشبيبة، وهي المرة الرابعة هذا الموسم اللي ما تستغلش فيها الشبيبة مثل هذه الكرات الثابتة، وتنتهي المباراة رغم المحاولات العديدة لفريق الشبيبة في نهاية المباراة.